أول جانب من جوانب العلاقات اللي هنبدأ نتكلم عنها هو أنت أو أنت. أنت فاهم أنت موجود في العلاقة دي ليه؟ فاهم إيه الحاجة اللي بتشبعها عندك العلاقة دي وبناء عليها أنت موجود هنا متمسك بيها، سواء كان الاحتياج ده نفسي أو مادي. طيب هل إحنا مستوعبين إن دي وسيلة العلاقة دي؟ وسيلة من ضمن وسائل كتير جدا ممكن تلبي لي نفس الاحتياج ده، ولا أنا شايفاها هي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن ألبي بيها احتياجي ده؟ ليه بسأل السؤال ده؟ عشان السؤال ده هيرد عليا، هل هي علاقة متزنة ولا هل هي تعلق؟ لو تعلق هبقى شايف ان هو ده السبب والطريق الوحيد اللي لبي بيه احتياجي ده، هي دي العلاقة دي بس، بالطريقة دي بالشكل ده بالشخص ده، سواء كان ده الشريك او ده الشغل او ده العلاقات الصداقة اللي موجودة حواليا. ولكن في احتياج معين لو العلاقة دي مش موجودة انا هيكون عندي نقص شديد فيه. هنا اقدر اقولك ان العلاقة دي غير متزنة، وان العلاقة دي واخدة جانب كبير من جوانب التعلق. السؤال ده انت بس اللي هتعرف ترده على نفسك لما تبدأ تدور في ايه هو النفع المتبادل الموجود ما بينك وما بين العلاقة مع الطرف الآخر، وهل هو بالنسبة لي مجرد وسيلة من وسائل تلبية الاحتياجات دي ولا هو الوسيلة الوحيدة. ده أول جانب من الجوانب اللي هنتكلم عنها. أعرف أنت في علاقات ولا في تعلق، في علاقات متزنة ولا في تعلق. الرد على السؤال ده هو أول حاجة تقولي مدى الاتزان الموجود في العلاقة. تابعوني على هاشتاج من أجل علاقة بروقان، هنتكلم أكتر عن مستوى العلاقات وهنتكلم أكتر عن الاتزان فيها وإزاي ممكن أقيم العلاقة وأعرف هل هي علاقة متزنة ولا علاقة سامة. أشوفكوا على خير.